هعمل معاكم النهاردة كيكة شوكولاتة رهيبة وغرقانة بصوص شوكولاتة واقتصادية جدا ببيضة واحدة بس ومن غير مضرب كهرباء ولا خلاط، وغرقانة في صوص شوكولاتة يجنن من غير شوكولاتة اصلا ولا زبدة ولا كريمة ولا اي مكونات مكلفة. هتطلع معاكم طرية جدا وزي الاسفنجة وغرقانة بالصوص بتاعها، ومش هتصدقوا ان الجمال ده كله ببيضة واحدة بس. هحتاج بيضة وكوباية الا ربع من السكر ومعلقة صغيرة من الفانيليا ونص كوباية من الحليب، وهنبدأ بقى نقلب كل دول كده بمضرب يدوي لغاية البيضة ما تفك ونتأكد ان السكر داب تماما. الكيكه دي بسيطه جدا ولا هنحتاج فيها لا خلاط ولا مضرب ولا اي حاجه، هو مضرب يدوي بس كده ونقلب بيه. هضيف عليهم دلوقتي نص كوبايه من الزيت ما عدا معلقه كبيره، يعني نص كوبايه زيت كده وتشيلوا منها معلقه كبيره، ونبدا نحرك المكونات السائله كلها مع بعض. بعدين بقى هضيف المكونات الجافه اللي هي عباره عن معلقتين كبار من الكاكاو الخام الغير محلى، بيعادلوا تقريبا ربع كوبايه من الكاكاو. ضفت كمان كوبايه من الدقيق الفاخر جميع الاغراض وعليه رشه ملح ومعلقتين صغيرين من البيكنج باودر او معلقه كبيره. هنخلهم كده على المكونات السايله وبالمضرب اليدوي برده، ونبدا نقلب المكونات الجافه دي لغايه ما تختفي تماما. الخطوه دي مش هتاخد معاكم اقل من دقيقه بالظبط. والتركه بقى اللي هتنقل معاكم الكيكه دي في حته تانية وهتخليها طريه زي الاسفنجه بالظبط هي ربع كوبايه من الميه اللي بتغلي، ربع كوبايه ميه سخنه بتغلي من على النار ونضيفها على الكيك ونقلب كده بالمضرب اقل من دقيقه برده، وبعد كده نوقف تقليب. مش قادره اقول لكم هتطلع الكيكه طريه ازاي. هنحاول بقى كده بسباتولا نقلب برده من تحت لفوق نتاكد ان مفيش اي دقيق موجود تحت، وكده الخليط يكون جاهز معانا للخبز. اخدت الصينيه بتاعتي ودهنتها بدهنه زبده بسيطه كده وممكن رشه زيت او تبطنوها مثلا بسمنه ودقيق، ونبدا نصب عليها خليط الكيك. الصينيه دي مقاس 22 في 30. هديها خبطتين كده قبل ما ادخلها الفرن، وبعد كده هخبزها في فرن ساخن من قبل على حراره 180 الرف الاوسط. وتعالوا دلوقتي نحضر احلى صوص شوكولاته اقتصادي جدا، عباره عن معلقتين كبار من الدقيق، معلقه كبيره من النشا، ومعلقتين كبار من الكاكاو الخام. هزود عليهم كوبايتين من الحليب ومعلقتين كبار من الزيت. هنقلب بقى الخليط ده كده على البارد لغايه ما نتاكد ان كل حاجه دابت، وبعد كده نرفعه على النار المتوسطه ونبدا نقلب فيه لغايه ما قوامه يتقل شويه. انا طبعا نسيت اضيف السكر في الاول بس ضفته بعد ما طفيت النار. استخدمت سكر بودره نص كوبايه بس من السكر البودره، ولو هتستخدموا السكر الحبيبات هتحتاجوا تقريبا تلت كوبايه بس. هنسيب بقى الصوص ده على جنب يهدى شويه، ودلوقتي نشوف الكيكه بتاعتنا. خرجت من الفرن بعد 45 دقيقه وكانت طريه وتجنن. ولمزيد بقى من الطراوه سقيتها كمان بربع كوبايه كده من الحليب، وممكن ما تسقوهاش لو مش حابين. طبعا الحليب اللي انا سقيت بيه الكيكه كان بارد والكيكه نفسها كانت دافيه. بعد ما سقيتها كده بالحليب واتشربت كويس حطيت بقى عليها الصوص اللي احنا حضرناه الاقتصادي اللي يجنن ده، من غير لا بيض ولا زبده ولا قشطه ولا اي مكونات مكلفه. وزينتها كده على الوش بشويه من سبرينكلز بالشوكولاته وشويه كده من الشوكولاته المبشوره. ممكن طبعا تزينوها باي طريقه انتوا حابينها. هنسيب بقى الكيكه كده تهدى او تبرد شويه كده في التلاجة قبل التقديم، وبعد كده تقطعوها وتقدموها. مش قادره احكي لكم قد ايه تجنن. الكيكه نفسها طريه ومساماتها ضيقه وخفيفه زي الاسفنجه، مع انها اتعملت ببيضه واحده بس، ولكن طريه بتركه الميه المغليه اللي حطيناها في الاخر. بجد لازم تجربوها. الصوص بقى اللي معاها طعمه رهيب، طعمه حلو جدا مظبوط، وقوامه مش تقيل قوي اللي هو يبقى كانه بودنج مثلا، ولا قوامه خفيف في نفس الوقت الكيكه تشربه كله. لا، قوامه معتدل كده وطعمه في منتهى اللذاذه. لو انتوا بقى من عشاق الشوكولاته وبتحبوا كيكات الشوكولاته اللي غرقانه كده بالصوص لازم تجربوا الكيكه دي، رهيبه واقتصاديه. اهم حاجه بس في الكيكه دي تختاروا نوعيه كاكاو تكون نظيفه وممتازه علشان طعم الكيكه كله قايم على طعم الكاكاو. وبس كده، دي كده كيكه شوكولاته بسيطه لعشاق الشوكولاته اللي بيحبوا الكيكات اللي غرقانه بالصوص، لازم يجربوها ومتاكده هينبسطوا قوي. وبكده خلصت معانا وصفه النهارده، بتمنى تكون عجبتكم. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك، واشوفكم قريب في فيديو جديد.